وفي هذا أن الإنسان إذا أشكل عليه أمر شرعي أنه يرجع إلى أهل العلم الثقات المعروفين بالعلم، فإن من كلام علي رضي الله عنه وغيره من السلف رضي الله عنهم قالوا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالدين لا يؤخذ عن صاحب بدعة ولا عن صاحب هوى، ولا يؤخذ عن شخص مجهول، ولا يؤخذ عن الوسائل اللي ما هي موثوقة. لكن تفتح على موقع الإفتاء أو على موقع المفتي أو غيره من أكابر أهل العلم وتستفيد. لكن الجهات المجهولة والجهات اللي ما هي معروفة ما يؤخذ عنها الدين. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات في هذا الشأن حتى تبين الأمر وانجلى. وأمور الدين تحتاج إلى أناة ورفقة وروية، ما تحتاج إلى انفعال وتفاعل وتصرف غير مدروس، إنه قد يسبب مصيبة.